اهلا بيكم في فيديو جديد. القمر ده اكتمل نصه في البارت اللي فات، والنهاردة هنكمل اللي باقي منه بأحلى 3 وردات. يلا نقول بسم الله ونبدأ سوا. اللهم انصر أهلنا في غزة نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، هم واخواتنا في السودان والعراق ولبنان، اللهم أمين. هنبدأ هنا بوردة برازيلية، ونقدر نقول الغرزة برازيلية. تمام، انا عملت بمسطرة الدوائر، عملت بيها دايرة، وفي القلب اخدت سيركل صغيرة خالص. تمام، وابتديت اطلع بالابرة. انا لضمة الابرة هنا بخيط كوتون بارليه، شغالة مفرد زي ما انتوا شايفين. هبتدي هنا استعين بابرة خارجية خالص، انا مش لضمها حاجة، واحدة ملضومة معايا بخيط، التانية انا استعنت بيها حطيتها جنب اختها لازقين في بعض زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا اظبطها بحيث من فوق يبقى السنون جنب بعض بالظبط. تمام، هبتدي بقى امسك الخيط اللي هو طالع من ناحية القماش واعمل زي سيركل. شايفين مسكة الخيط عاملة ازاي؟ عملت سيركل ودخلت بيها في قلب الابرتين. ليه ضميت ابرة؟ انا عايزة الغرزة تبقى واسعة معايا شوية، عايزة الغرزة تبقى ليها مسافة وفوليوم. تمام، شفتوا شكل السيركل بناخدها ازاي؟ ببتدي الف الخيط وانزله على الابرة، على الابرتين بقى. تمام، هفضل اعمل كده لحد ما بعيني اشوف المسافة اللي الغرز اللي انا عملتها او اللي انا بنيتها هتعمل معايا الحتة اللي انا واخداها بالابرة. شايفين الابرة طلعت منين وهتنهي فين؟ هي دي المسافة اللي هي السيركل الصغيرة دي. هفضل اعمل كده لغاية ما احس ان الغرز اللي انا بنيتها هتكفي معايا المساحة اللي انا واخدة بيها الابرة من اول ما دخلتها في القماش. هنا خلاص بقى ابتديت ان انا الاحظ ان الغرز اللي انا بنيتها خلاص قد المسافة، فابتديت ان انا اسحب الابرة اللي انا كنت حطاها اللي هي الفاضية من غير خيط، وابتديت الابرة اللي فيها خيط اسحبها، وصباع السبابة والابهام ماسكين معايا الغرز ومحافظين على الغرز اللي انا بنيتها. تمام، بالراحة خالص علشان ما يتنحكشوش مني، وافضل محافظة على شكلهم. شفتوا نزلت بالابرة منين؟ جنب الخيط اللي هو طالع من القماش. شايفين شكلها مديني ورورة ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا عايزاه. هبتدي بقى انا هنا كأني بالظبط عملت مركز. المركز ده انا هفضل ابني حواليه غرز برازيلية تاني علشان يدوني شكل وردة. مش الورد بيبقى ورد عبارة عن بتلات ملفوفة تحت بعض هكذا، ده هكذا في التطريز هنعمل كده. هنبتدي ان احنا نعمل بتلات الوردة ملفوفين حوالين بعض. ايه اللي هيخلينا نلفهم حوالين بعض؟ المركز اللي احنا اخدناه في البداية. يبقى كل بتلة هنعملها هنبتدي ان احنا نبني حواليها بتلة تانية كأنها خارجة منها او خارجة من تحتها. شايفين؟ ابتديت برضك اجيب الابرة وادخلها جنب اختها وابني غرز البرازيلية حوالين المركز. هبدأ اعمل كده لحد زي ما قلت لكم اشوف ان المسافة ديت هي دي خلاص اللي هتملى معايا الحتة اللي انا اخدتها بالابرة. اسحب الخيط بالراحة خالص، صباع الابهام والسبابة ماسكين معايا الغرز اللي انا بنيتها، احافظ عليها بالراحة خالص. اسحب الخيط بتاعي بكل هدوء وابتدي اعدل الغرز بتاعتي حوالين المركز، وانا عايزاهم يبقوا واقفين ما يناموش. شايفين؟ عايزاها تبقى واقفة عشان تديني الشكل المورور بتاع ورقة الوردة او بتلة الوردة.
شايفين انا عايزاها تقف ازاي؟ هبني غرزة تاني. شفتوا طلعت منين؟ هبتدي بقى امسك كل غرزة انا عملتها او كل بتلة وردة انا عملتها، هبتدي اخد من وراها 3/4، اسيب 3/4 وامسك الربع او النص وابتدي ابني الغرزة التانية او الغرز التانية. شايفين؟ عشان في منكم ممكن يتلخبط، طب هي معمولة دايرة، احنا ازاي هنعرف نطلع منين وننزل منين والغرزة تبقى قد ايه؟ لا، خلينا متفقين سوا ان كل غرزة هاخدها او كل غرزة هحددها من الغرزة اللي قبلها. هبتدي ادخل في الربع الاخير منها او نصها، اسيب 3/4 واخش في الربع او النص والف حوالين المركز. ما تلخبطوش نفسكم، هتلاقوا البتلات بتوع الوردة راكبين على بعض ومتداخلين جوا بعض. ده من ايه؟ اني انا كأني برجع تاني. خدوا بالكم هنا انا بوقف الغرز بتاعتي علشان تديني الشكل المورور بتاع البتلة بتاع الوردة. هبتدي انزل مكان ما طلعت بالظبط. ركزوا، انا هنا ده المركز معايا، بنيت حواليه 2 بتلة، هبتدي الف حواليه. يبقى انا هطلع من اخر بتلة انا عملتها، اخد الربع بتاعها من وراها، شايفين؟ وهلف حوالين المركز اهو. ده المركز معايا، انا هنا هلف حواليه علشان اقفل المركز معايا. اخدتوا بالكم ان السيركل الصغيرة ابتدت تضيع مني ازاي؟ انا كده عملت مركز للوردة. تمام. دي الابرة اللي احنا بنستعين بيها علشان خاطر الغرز تبقى واضحة معايا. منساش واخلي السنين مع بعض، مش مهم من تحت مكان الفتحة بتاعتهم، لا، المهم من فوق يبقوا متساويين علشان خاطر وانا شغالة بالغرز ما تلخبطش او سن التاني يشبك فيه وكده. بسحبها خالص وابتدي اسحب الخيط بتاعي بكل هدوء زي ما اتفقنا في البارت الاولاني. انا اسفة جدا والله، حقكم علي ان انا اشتغلت معاكم بخيط طويل كده. انتي لسه مبتدئة، ما تعمليش بخيط طويل كده، يعني يستحسن ان الخيط يكون من طرف صباعك لحد كوعك، يعني يبقى اقصر من دراعك شوية. انا هنا بحاول ان البتلات بتاعتي تبقى واقفة عشان شكل الوروره زي ما اتفقنا يبقى واضح. شايفين انا هنا عملت مركز او قلب الوردة ازاي؟ قلب الوردة ابتدى يظهر معايا. اعدل كده واخلي البتلة بتاعت الوردة مورورة معايا وواقفة، مخليهاش تريح على القماش، انا عايزاها واقفة. تمام. انا هنا بعرفكم ان المركز ده اللي احنا عملناه او قلب الوردة كنا ممكن نعمله بالغرزة الفرنسية زي الوردة دي والوردة دي. تمام. او كمان ممكن نعمله بغرزة الركوكو اللي احنا لسه هنعملها مع بعض. يبقى احنا ممكن بغرزة الركوكو ممكن بالغرزة الفرنسية نعمل قلب للوردة، بس انا هنا حبيت ان الوردة يكون قلبها وكلها تبقى نفس الغرزة عشان ما لخبطكمش. بس حبيت اضيف لكم المعلومة دي عشان انتوا لو شفتوا الوردة ما تقولوش ايه ده، دي وردة انهي؟ لا، هي كل اللي علينا ان احنا بس بنغير في القلب. انا هنا لضمت خيط تاني لون اغمق، وشايفين الانبوبة بتاعت الحبر الحراري احنا اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو ادوات الخامات التطريز. هنا الانبوبة دي لما بتخلص معايا ممكن ان انا استغلها واقص الطرف بتاعها اللي من فوق وابدأ ادخله في الابرة، او ممكن اجيب ابرة زي دي سميكة واحطها بدلها. احنا ليه بنعمل هنا كده؟ ليه بنعمل في الخطوة دي كده؟ ما احنا كنا بنحط ابرتين مع بعض، لا بنعمل هنا لان احنا عايزين الغرز تبقى معانا اوسع او اكبر. فكل ما بنحتاج ان الغرز تبقى اكبر او اوسع بنستعين بحاجة اتخن من الابرة. تمام.
يبقى انا اقدر بدل الانبوبة السميكة دي مدورة جامد، ممكن استعين بانبوبة او عارفين سلكة الودان، مش بيبقى فيه كده شفاطة صغننة خالص فيها ما بين القطنة والقطنة، تبقى محطوطة في شفاطة، ممكن اعمل بيها، او الشفاطة بتاعت المصاصة مثلا ممكن استعين بيها. تمام. المهم اي حاجة تديني سماكة عن القلب. القلب ده احنا اخدناه بإبرة ايه جنب الإبرة اللي احنا شغالين بيها، انما هنيجي لبره الوردة في الطبيعي بتبقى من جوه البتلات بتاعتها صغننين خالص، بتيجي كل ما بتكبر معانا بنلاقي الورق بتاعها ابتدى يكبر. فهكذا احنا هنا بنعمل بالتطريز، بنحاول على قد ما نقدر نرسم الوردة بالخيط بشكل احترافي علشان نكون قريبين لشكل الوردة الحقيقي. تمام. اخدت بالكم كل دي بتلة واحدة، شايفين كبيرة ازاي ومالية مركزها ليه؟ علشان الانبوبة بتاعت الحبر سميكة. انا كل ما هقلل الانبوبة ديت كل ما الجرز هتبقى اصغر معايا. تمام. يبقى انا هنا ابتديت بقى اعمل البتلات الكبيرة بتاعت الوردة. شايفين بوقف الجرز بتاعتي ازاي عشان تديني الشكل المورور؟ شفتوا طلعت منين؟ سبت 3/4 وجيت في الربع الاخير طلعت بالابرة. ما تصعبيش حاجة على نفسك وخديها قاعدة، والله ما لقيت حد يقول لي كده وحياة ربنا. انا ده يعني استشفيته كده مع نفسي بالخبرة والممارسة. اخدت بالي من الحاجات دي. فانتوا اخواتي وعمري ما هبخل عليكم باي معلومة. هبتدي بقى ابني كل جرز زي ما وريتكم. انا بحاول ان انا اسرع عشان ما تزهقوش مني ويكون الفيديو ممل ليكم. بسحب الانبوبة بكل بساطة كده وبالراحة خالص، زي ما اتفقنا صباع الابهام والسبابة ماسكين معايا الجرز اللي انا بنيتها ومحافظين عليها عقبال ما انا اسحب الخيط. تمام. بعد بقى الجرز ديت زي ما انتوا شايفين كده على جنبها واوقفها، ابدأ ان انا اوقفها. خليكي حنينة على جرزك او خليكي حنينة على مسكة الابرة ومسكة ايدك للشغل. اما تاخديش الحاجة بشدة او تسحبي جامد فالدنيا تبوظ منك فانت تزهقي وتلاقي نفسك اتقفلتي من الموضوع. لا خالص، بالراحة خالص هتلاقيها خلصت معاكي. انا هنا خلصتها خلاص، السيركل اختفت معايا فالوردة انتهت. ابتدينا هنا نخش على غرزة الركوكو او وردة الركوكو زيها زي البرازيلية. انا هنا مش هعمل حلقات وادخل فيها في الابرة بتاعتي، لا انا ما عليا بس ان انا بلف الخيط على الابرة. شايفين هنا كان مرسوم ايكوال او شكل يساوي في قلب السيركل بتاعتي. انا هنا رسمتها علشان احدد المركز بتاع الوردة او قلب الوردة. شايفين اللي فرق ايه؟ ان انا ما عملتش حلقة في الابرة ونزلت بيها، انا بس لفيت الخيط فاداني الشكل ده. شايفينه عامل ازاي؟ اداني الشكل ده. هنزل بالابرة مكان الخيط اللي طالع وابتدي اعمل واحدة جنبها تاني، هما كانوا شرطتين في النص وده المركز بتاع الوردة. تمام. جنبها بالظبط هبتدي اطلع اسحب الخيط بتاعي، انزل بالابرة ما طلعهاش من القماش، اسيب الحتة بتاعت الفتحة بتاعت الابرة موجودة معايا في القماش زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي الف الخيوط بتاعتي واسحب. خلاص اكتملت معايا اهي. زي ما قلت لكم عيني هي اللي بتحدد. المفروض الجرس دي المفروض ان هي بتبقى بالعد، يعني اعد 12 لفة 20 لفة. بصراحة انا مش بعمل كده، انا بعيني كده بعرف ان الجرز اللي انا بنيتها دي هتديني المسافة اللي انا عايزاها. ابتديت هنا اغير الخيط لخيط تاني. الخيط اللي انا لضمته دوت خيط كروشيه ديفا.
حبيت ان انا قلب الوردة يبقى بلون مختلف عشان يبقى ظاهر ليكم. تمام. زي ما اتفقنا اني انا ببني مركز او قلب الوردة وابتدي الف حواليه بالبتلات الباقيين. تمام. وغرزة الركوكو دي سهلة جدا، انت بس بتجيبي الفتلة وبتبدأي ان انت تلفيها على الابرة. بس في حاجة، وانت بتلف الخيط على الابرة، شايفين انا هنا بلف الابرة ازاي؟ ليه؟ انا شادة الخيط. خلي الخيط مريح معاكي شوية. كل ما انت هتريحي الخيط كل ما هتسحبي الخيط وتعملي الغرزة بشكل مستريح. بس بصراحة انا عشان ايدي شغالة فانا عادي بعرف اطلع الابرة من كل الخيوط اللي لفتها عليها. انت بقي ريحي الخيط شوية، دي معلومة مهمة برضك. بصي وانا بلف الخيط يبقى خلي الخيط مريح، وصباعك الوسطى ده يبقى ساند الغرز معاكي اللي انت بتبنيها على الابرة. ببتدي الف حوالين البتلات. بصوا عشان يبقى البتلة شكلها لافف حوالين بعضها. شايفين؟ في سهولة اكتر من كده هتقدري والله تعمليها لو انت حابة وعندك شغف وعندك حماس، هتقدري تعمليها. الوردة ابتدت تظهر معانا اهي. ما عليا ان انا بلف حوالين البتلات واطلع الابرة من ربع الغرزة الاخيرة او ربع البتلة الاخيرة. عايزة برضك اقول لكم على حاجة، ان احنا لو عايزين الغرز يبان بشكل منفوخ هنعمل زي الغرزة البرازيلية بالظبط. هنجيب حاجة ونستعين بيها جنب الإبرة الأساسية اللي هي ملضومة خيط. يعني ممكن برضك ان انا اسند جنب الإبرة الأساسية معايا إبرة تانية او إبرة سميكة خالص زي اللي وريتها لكم، او شفاطة، اي حاجة ان انا اقدر احطها جنبها. على فكرة هما وردة البرازيلية وردة الركوكو تقريبا هما شبه بعض جدا في الخطوات. هي بس الوردة البرازيلية احنا بنعمل زي سيركل وبننزل بيها في قلب الفتل في قلب الإبرة يا ربي. اما الوردة الركوكو لا، احنا بس بنلف الخيط على الإبرة. تمام. هبتدي ان انا ابني غرز او ابني بتلات لحد ما احس ان السيركل اللي انا رسماها ابتدى يختفي معايا. شايفين؟ كل مادة ما الدايرة بتختفي معايا ازاي والوردة بتظهر. دي اخر واحدة تقريبا نعملها سوا. يبقى احنا اتفقنا بنسحب الابرة ازاي. لقيتوها مزنقة معاكم لفوها كده واسحبوها بالراحة. اوعوا تتنازلوا عن ان انتوا تسيبوا الغرز اللي انتوا بانيينها على الابرة، لا، صباع الابهام والسبابة هيفضلوا ماسكينها. احنا كده خلصنا وردة الركوكو. نخش بقى على الوردة ديت. انتوا ممكن تشوفوها تقولوا هي وردة ركوكو. انا كنت عاملة فيديو مخصوص لورقة الشجر. انا من عشاق ورقة الشجر يا جماعة، ومهمة جدا 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 في التطريز بجد. عشان كده كنت عاملة لكم فيديو مخصوص ليها، ابقى اسيبه لكم في صندوق الوصف، ابقوا خشوا اتفرجوا عليه. نرجع بقى للبيبي فلاور اللي ممكن تدوخ اي بنت وتقول ايه الوردة ديت. هي شكلها ركوكو بس هي مش ركوكو. تعالوا نشوف سوا. انا هنا رسمة سيركل، جبت ابرة برضك استعنت بيها، خدتها للمركز معايا وابتديت اشبك فيها الخيط. وهبتدي بقى ان انا شايفين الفراغ اللي بين الفتلتين دول هبتدي املاه. ازاي بقى؟ بالابرة زي ما انتوا شايفين كده، ادخل في كل واحد. الابرة داخلة طلعت من فوق الخيط اللي تحت، شايفينه؟ بصوا معايا كويس، خيطين اهم وفي فراغ في النص انا هملاه
بدخل بالإبرة واطلع فوق الخيط اللي تحتيه اللي جنبها اللي هو على الحرف، هكذا الناحية التانية. هجيب الإبرة من الناحية التانية وهبتدي ان انا ادخل تحتها واخرج فوق الغرزة او فوق الفتلة الناحية اليمين، وهكذا هبدأ ان انا اعمل كده وازنق الجرز. شايفين انا بنزل الابرة ازاي؟ بسن الابرة بنزل الجرز اللي انا ببنيها ازاي، عايزاهم يبقوا مزنوقين جنب بعض قوي. معلش هي ممكن تبقى هتاخد وقت معاكي، بس في النهاية بيبقى شكلها كيوت جميلة خالص. تقدري ان انتي تستخدميها على بنطلون جينز عندك، على سلوبيت بيبي بنت مثلا، تقدري ان انتي تحطي منها على الاكمام. هي تحفة في ان انتي ممكن تنطوريها في اي حاجة عندك، شكلها جميل. وبالنسبة لي غسيل ولبس، هي والغرزة الركوكو استحالة يفكوا منك. انا هنا بس حسيت الخيط مرخي معايا فطلعت بالابرة فوق عشان يبقى مشدود. شايفين انا بسحب الخيط وابتدي ازنق الغرز اللي انا ببنيها بحرف الابرة، مرة يمين مرة شمال لحد ما الفراغ ده كله يتملي معايا. باجي في النهاية مسيبش طرف، اوعي تسيبي طرف فاضي من غير ما يكون مليان بالخيط. شايفين لاخر فتفوتة معايا بفضل اخدها ازاي؟ انا ليه بقول لكم كده؟ علشان تبقى ماسكه معاكم، ما يبقاش فيها فراغ وتبتدي انها كل ده هيفك. لو سبتي فراغ هتلاقي كل الجرز اللي تحت دي رخت. احنا مش عايزين كده، عايزين نسد اي فراغ عشان نحافظ على كل الجرز اللي احنا بنيناها. تمام. هبتدي بقى هنا خلاص خلصت، هبتدي بقى اسحب الابرة دي هشيلها، خلاص مهمتها انتهت معايا لحد هنا. خلاص هتتركن على جنب. نيجي بقى نشوف القمر اللي احنا عملناه ده هنعمل فيه ايه. هنلفه زي الشكل الحلزوني. شايفينه هو بنيت معايا اللي يشوفها يقول دي حاجة كروشيه، هو تطريز. هبتدي ان انا الفها حوالين بعضها بشكل حلزوني كده. شايفين بالراحة خالص. هلاقي برضك السيركل اللي انا عاملاها ابتدى شكلها يختفي علشان الخيط اتحط فوقيها او الوردة ملتها. خلاص كده اتفقنا. بمسك بايدي واظبطها وهوريكم دلوقتي هنثبتها ازاي. هبتدي انزل بالخيط بتاعي على مكان نهاية الجرز اللي انا بنيها. شايفين شكلها مش ثابت معايا، هنبتدي بقى نثبتها. بصوا هطلع بالابرة منين، من قلب الخيوط ذات نفسها ازاي، وابتدي ان انا اسند بصباعي واسحب الخيط معايا. صوابعي بتسند الجرز اللي انا بعملها، وبالراحة خالص بشويش هتلاقوها خلصت معاكم. ما تسحبوش الخيط قوي. انا نزلت هنا جنب الخيط، ما انا طلعت منه نزلت جنبه عشان تثبت معايا. هبتدي اعمل الغرزة ديت حوالينها، حوالي مثلا 3 غرز من كل ناحية منها. بطلع في قلب الخيط ازاي من تحت، شايفين؟ اسحب الخيط وابتدي انزل بيه جنب ما انا طلعت. كل ده ليه؟ علشان الجرس تثبت معايا ووردتي تبقى ثابتة. شايفين نزلت فين جنبه بالظبط؟ بس. وهبدأ ان انا اثبت نفس الغرزة ديت حوالين داير الوردة اللي انا عملتها. تمام. في الجزء ده هحس ان في فراغ فهحاول اظبطها واخد غرزة اخيرة، غرزة تثبيت اخيرة. بس كده وبكده نكون خلصنا بارت 2 وقفلنا احلى وردات مع بعض. قولولي في الكومنتات حبيتوا انهي واحدة اكتر، ولو في اي سؤال سيبيه في الكومنت وهرد عليكي فورا. ما تنسوش تفرحوني بلايك واشتراك. دمتم مبدعين.